أهلا وسهلا فيكم متابعي الأعزاء في برودكاست من استوديو قابل للعقارات. معكم موسى عبد الله، وضيفتي اليوم الأخت مريم بنت سامي عسيري من المملكة العربية السعودية، خبيرة في قسم المبيعات. حياك يا أختي. أهلا وسهلا موسى. نورتينا في الاستوديو منور وشكرا لحضورك. بوجودكم. كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله بخير، الله عساك يسلمك. بخير. الحمد لله. بداية اللقاء تكون فرصة للتعرف على الضيف ومع الاهتمام بهذه القطاع عن العقارات في منطقة الخليج، وخصوصا في الإمارات وأخص في دبي. كثير من الناس يهمهم يعرفون كيف بدأ شخص مثل مريم، فممكن تعرفينا عن نفسك والمراحل اللي مريتي فيها في المجال العقارات وعن خبراتك وتجربتك وكيف تمكنتي من بناء مكانك في هذا المجال. أول شيء اسمي مريم عسيري، أنا من السعودية. حياك. تمام، عمري 35 سنة. ما شاء الله. يعني أنا أصلا تخيل أصلا ده كله أنا ما بدأت أصلا سيلز. أنا إنسانة درست شيء مختلف تماما عن مجال المبيعات والسيلز، بس حبيت المجال ده، حسيت إنه أنا أنفع في المجال ده، يعني شخصيتي my character everything. أنا درست مايكروبيولوجي، علم أحياء دقيقة. سبحان الله، مش ممكن، مش معقول. أنا درست حاجة تماما مختلفة. ما شاء الله. أنا درست علم أحياء دقيقة، درست في أمريكا. ما شاء الله. درست تقريبا 6 سنين في أمريكا. أمريكا في واشنطن دي سي، في جورج واشنطن يونيفرسيتي. بس طبعا كل مراحل حياتي أنا كنت في السعودية، عايشة في السعودية، بس وقت الجامعة أنا درست برا السعودية في الجامعة. وبعدين رجعت على السعودية بعد ما خلصت الجامعة، رجعت على السعودية. لما رجعت السعودية يوم من الأيام كنت قاعدة كده مع واحدة من صحباتي، قالت لي إيش رأيك تيجي تشتغلي معايا؟ وقمت فعلا قلت لها طيب أوكي، بس أنا ما حسيت إنه في البداية إني أنا أبغى أدخل مجال المبيعات وزي كده. قالت جربي. قلت لها طيب نجرب. فأول بداياتي كان مع شانيل. أنا اشتغلت مع شانيل لمدة 5 سنين. في البداية كنت أبيع ميك اب وزي كده، وبعد كده طبعا في سيلز. أيوة. أوكي. وبعد كده انتقلت على كوتش، فصرت أنا أدرب، عندي بنات تحتي أدربهم. ما شاء الله. فكنت ماسكة تقريبا جميع المولات في السعودية. يعني في جدة ولا في الرياض ولا في أبها؟ بين جدة ترى أنا كنت مرة كنت في الرياض أنا. بين جدة وبين الرياض بين الشرقية. ما شاء الله. فكنت ماسكة كل البنات، كنت أنزل أدربهم، أنزل أعلمهم البرودكت. وبعد كده بعد 5 سنين انتقلت وصرت أشتغل مع مين؟ مع مرسيدس. أوكي. أنا أحب السيارات، أموت في السيارات، وأنا شاطرة وأعرف كل شيء. أوكي. فبعدين جو مرسيدس عرضوا لي وظيفة عندهم، وخرجت من شانيل خلاص، وقلت خليني أجرب مجال السيارات، عالم السيارات. وفعلا اشتغلت مع مرسيدس تقريبا 3 سنين. أنا كنت أول فيميل تشتغل في شركة مرسيدس، وبعد كده دخلوا البنات في ذا المجال معايا. يعني أنا أقصد شركة مرسيدس يعني specifically تحديدا. فبعد كده في يوم من الأيام قعدت أشاور نفسي، قاعد أقول أنا نفسي أتعلم العقار. ما شاء الله. فخلاص خلصت من الميك اب وخلصت من دي الحاجات، وبعدين خلصت من السيارات اتعلمت، وبعدين قلت خليني إيش أشوف مجال بس جديد. كيف جاتك الفكرة من ميك اب للسيارة؟ أوكي قلنا أوكي. أما من معرض السيارات لعقار كيف بدأت؟ أنا الصراحة يعني يوم من الأيام كنت جالسة أتكلم مع صحباتي، جالسة أقول لهم بنات أنا أحس العقار شيء مرة حلو. كان عندك خلفيات ولا كيف؟ ما كان عندي خلفية أبدا. أوكي. أبدا ما كان عندي ولا نقطة خلفية. أوكي. حتى لما جيت هنا الإمارات وبدأت ما كان عندي أبدا خلفية. إيش سويت؟ أتعلمت. بس إذا ما كان عندك خلفية أو كيف بدأت يعني أنا من الناس اللي أحب أسوي سيرش كثير. ما شاء الله. أقرأ كثير، أحب أتعلم بنفسي، أروح المواقع عشان أحفظ الأماكن، عشان أحفظ الأشياء، عشان أعرف هذا إيه وهذا إيه، وأفهم الكونسبت عشان أعرف كيف أنا أتعامل مع العميل اللي حيكون جايني. صحيح. فهمت؟
فحقيقي انا اتعلمت من الصفر. انا جيت دبي انا ما اعرف ولا شيء. انا دبي كنت اجي زياره، سبحان الله. كنت اجي زيارات بس انا وصحباتي نطلع ننزل خلصنا. اوكي. جيت دبي دحين انا اعرف دبي كله. سبحان الله. اتعلمت من الصفر، وفي ناس كثير ساعدوني في نفس المجال، يعني في المكان اللي انا بشتغل فيه كثير ناس ساعدوني، كثير ناس علموني، قالوا لي، اعطوني خلفيات. يعني انا احب اسال، انا من الناس اللي اسال. أوكي. اذا عندي سؤال واني ابغى اعرف اجابته تلاقيني اسال، وما اسال شخص واحد، اسال كم شخص عشان تنوعي. ايوه عشان اخذ اجابات من هنا ومن هنا نعم. ومن هنا، فهمت؟ نعم. فما في هذه الطريقه الوحيده اللي الانسان حيكون يتعلم، ولا كيف الانسان يتعلم صحيح. اصلا في الحياه. صحيح اكيد. والحين ما شاء الله تبارك الله يعني انا صرت شاطره. الحمد لله. الحمد لله يعني. صح. فا اوكي، ليش اخترتي دبي بالذات؟ سبيسيفيك واي دبي؟ لانه اصلا يعني اساسا دبي يمكن احسن مكان تتعلم فيه عقار. يعني شوف انا صح من السعوديه يعني الان اللي بدات صحيح. تقوم وبدات تسوي مشاريع وبدات تسوي ذي حاجات. بس اول مين كان الاول؟ دبي. صحيح. فانا جيت اتعلم هنا في دبي، وانا هدفي اني اتعلم ذا كله، اسوي ذا كله، وبعدين ارجع لبلدي الحبيب وانا أكيد. افتح لي شركه ان شاء الله. وانا ابدا اشتغل بين السعوديه ودبي. ما شاء الله. بس سؤالي انا، انت لما ترجعي البلد تفتح الشركه حق ميك اب ولا حق السيارات ولا حق لا انا بصراحه انا مره حابه العقار. انا مره حابه المجال ده، احس نفسي بستمتع وانا اشتغل في ذا المجال. يعني شوف انا ما اخذها كشغله خلاص انه واطفش كانه روتين، لا بالعكس بحاول قد ما اقدر انه انا اتعلم اكثر لاني حابه المجال ده. فانا ما اخذتها، انا لي هدف خلاص، انا الحين رسمت في عقلي هدف انا ابغى اسويه. اوكي. فلما بداتي هنا في دبي سيلز للعقارات كان عندك صعوبات كده؟ اوكي انا عارف انك كنت في سيلز من البدايه، بس عقار يحتاج يعني يبغى له شوي صبر. ايوه في البدايه ايوه كان شويه صعب، كان شويه صعب لانه اصلا ما كنت اعرف شيء. فبعدين لما بدات اتعلم صرت اعرف كيف اتعامل مع عملائي، اعرف كيف اتعامل مع الناس، اعرف كيف اسوي كلوجر، اعرف اقفل، اعرف العميل ايش يبغى. هو دائما شوف العقار مو زي اي شيء ثاني تبيعه. بالعكس العقار لما يجي عندك عميل يجلس معك انت لازم تسمع للعميل. صحيح. انت لما تسمع للعميل حتفهم العميل، لما تفهم العميل حتعرف انت ايش تعرض له، ايش تعطيه، ايش يبغى. نعم. هي اشياء معينه، في اسئلات معينه، يعني هي يمكن 3-4 اسئلات انا اسالها العميل. من هذه الاسئله انا خلاص افهم هو ايش يبغى، اعرف هو ايش يبغى. نعم. فهو لازم تفهم الشخص اللي قدامك يعني في الاخير. فانت لما بداتي تشتغلي في العقارات بداتي على طول مع سمانه ولا لا ما بدات مع different developers؟ كانت different developer. اوكي. كان different developer يعني بس ماني حابه اصرح يعني، بس ما يحتاج. كان different developer. بعدين نقلت على سمانه صراحه، وكان it was my best decision اني انا سويته صراحه، اني رحت على سمانه. فانت سعيده في مجال العقارات؟ جداً اكيد جدا أكيد. جدا. متعه، ترى متعه والله متعه. هو شويه صعب بس متعه. صحيح. لما تبدا انت تحب الشيء اللي قاعد تسويه فتحس هو متعه وتنبسط وانت تسوي، مو تسوي بس كده عشان خلاص الدنيا لازم اشتغل، لا بالعكس. صحيح. في عندي لك سؤال، ما اتوقع انك تعرفي الاجابه، لكن في نهايه اللقاء راح اجاوب انا، اللي اجاوب ما عليكي. طيب. المذكور في اسم الشركه الخاصه بنا جابي للعقارات. حلو. تمام. والسؤال هو ما هو جابي؟ اوكي. السؤال هو ما هو جابي؟ علشان يكون الجواب ملموس ايضا راح اعطيكي جابي هديه. حلو. وعشان نشرح لك برضو ولمشاهدينا الأكارم فلماذا اخترنا اسم جابي وايش علاقته بالعقارات وزي كذا. اوكي حلو. الحين خلينا نكمل البودكاست. كمل. التأشيرة الذهبية في دبي أصبحت من أهم المواضيع خصوصا في الفترة الأخيرة، طبعا مع تزايد الإقبال في العمل والعيش في الإمارات، وفتح فرص كبيرة جدا للاستثمار العقاري. وكثير من العملاء يحب يعرفوا عن الإقامة الذهبية، فممكن تخبرنا عن هذا الموضوع؟ طيب هو غالبا الإقامات ولا الجولدن فيزا هذا ينعطي للمستثمرين اللي بيجوا يستثمروا هنا في دبي. تمام.
على مبلغ معين، على حسب ايش هو مستثمر في دبي وايش المبلغ اللي هو دافعه. يكون عنده مثلا فيزا حق سنتين، اوكي، طالما انه هو لسه عنده عقار موجود في دبي، اوكي، او انه على حسب. بس كثير يعني من الناس تفضل انه تاخذ الجولدن فيزا وتيجي تعيش هنا. فهذول اللي اغلب اللي هم برا، اللي هم الروسيين والاوكرانيين والاماكن هذه، كل الناس بدات تيجي على فين؟ على دبي. افارقه برضو. ايوه، فارقه، وفيها كثير 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 جنسيات. يعني اغلب الناس بتسوي الشيء هذا. يعني انا احس انه في العقار اسهل انك تاخذ الجولدن فيزا، هو هيكون على حسب. صحيح. يعني على حسب المبلغ اللي دافعه، على حسب ايش اللي عنده الشخص ولا الكلاينت. هنا في دبي ياخذ الفيزا. والمبلغ برضه يختلف صح؟ طبعاً. إذا هو سنتين 750 درهم، 750 ألف. ألف درهم يكون أيوة درهم. أي نعم. وإذا هو جولدن فيزا، وإذا جولدن فيزا above فوق 2 مليون، 2 مليون and above ياخذ الجولدن مليونين فيزا. درهم أيوة يعني. 2 مليون درهم وفوق ياخذ الجولدن فيزا 10 سنين. المميزات حق الجولدن فيزا إنه كمان في معاها تأمين، يعني معاها كذا شيء. فهو على حسب من فين أشياء هو إضافي بياخد. يعني. أيوة اكزاكتلي، شيء إضافي. أوكي. أحد المواضع في السوق هي بيع العقار في أثناء الإنشاء صح؟ مثلا لو عميل حب يبيع عقار من عقاراته قبل ما يتم التسليم، أكيد في إجراءات معينة. طبعا في إجراءات معينة. فما هي الخطوات أو الإجراءات اللي لازم يتبعها؟ في نفس الوقت تعطينا نصائح علشان العملاء يتجنبوا أي مشاكل قانونية أو مالية لهذه العملية. تفضل. طيب، أول حاجة أنا يعني من الناس اللي ما أنصح العميل أصلا يبيع خلال فترة الإنشاء. يعني يفضل إنه بعد التسليم، لأنه العائد يكون أكبر بكثير من إنه يبيعها هو خلال فترة الإنشاء. تمام؟ أوكي. يعني ما نقول إنه ما بيربح، لا بيربح، بس مو زي لما يكون العقار جاهز ويبيع. صحيح. بعد يسوي ريسيل بعد ما إيش يستلم المشروع. بس يعني إذا كان العميل حاب إنه هو يبيع لسه خلال فترة الإنشاء، على حسب الشركات. في شركات تقول لك لازم تكون دافع 50%، في شركات تقول لك 44%، زي كذا. أوكي. وبعد كذا تقدر تسوي البيعة، يعني تقدر تسوي الفليب ويبيع. صحيح. والإجراءات كيف هو يعني؟ إجراءات عادي؟ سهلة. أيوة الإجراءات سهلة. هو يقدر كمان في حلين، يا إنه يبيع لشخص تاني والشخص التاني يكمل باقي الأقساط، ولا يمشي على خطة الدفع اللي كان الكلاينت معاه. صحيح. أو إنه نفس الشركة أو نفس المطور هم يرجعوا يشتروا العقار من العميل. طريقة الدفع ما يغيروا؟ ما يغيروا، نفس الشيء. نفس الشيء. أوكي. تمام. أيوة يعني أغلب الأوقات أصلا المطور نفسه هو يشتري من العميل مرة ثانية. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. في شركة العقارية أثبتت نفسها في السوق مع مشاريعها المميزة التي تجمع بين الفخامة والأسعار التنافسية في الإمارات، وهي شركة سمانة أو مطور سمانة. مطور سمانة. بما أنك أنت تعملين مع نفس المطور ومتواجدة معي اليوم في الاستديو جابي، ودي تشرحي لنا كيف بدأت الشركة ومن أين انطلقت وإيش وصل له اليوم. طيب حلو، السؤال حلو. سمانة لها 30 سنة في السوق. أوكي، هي شركة قابضة أصلا. ففي 7 شركات، يعني سمانة هي 7 شركات منفصلة individual. سمانة بدأت أول شيء تبيع مساحات أو تأجر مساحات. بعد كده بدأت تشتري أراضي ويبيعوا أراضي، يشتروا ويبيعوا في أراضي يعني. أيوة فاضية. أوكي. وبعد كده في 2018 بدأ كمطور. سمانة بدأ كمطور في 2018. سلمنا مشاريع، ودائما الكود حق سمانة deliver on time every time. يعني إحنا ما نتأخر أصلا في تسليم مشاريعنا، نسلم مشروعنا في الوقت اللي إحنا قلنا إنه حنسلمه، ما في تأخير أبدا. وسريعين. يعني مدة الإنشاء هي 3 سنين مو أكتر. ما شاء الله. فبنخلص يعني حتى ممكن أحيانا قبل، بس يعني دائما إحنا نعطي لنفسنا مساحة عشان لو شيء لا سمح الله نكون إحنا ما قلنا للعميل شيء وبعدين خلفنا بالشيء اللي إحنا أعطينا كلمتنا للعميل. أوكي. فكده بدأت سمانة 2018 يعني 2018 بدأنا، كان تقريبا 6 و7 مشاريع. دحين إحنا عندنا 27 مشروع. ما شاء الله. وكل مشاريعنا تقريبا sold out، يعني
it's just باقي few units. فإحنا أصلا كل تقريبا 25 يوم أو 30 يوم بنطرح مشروع جديد. ما شاء الله. بنطرح مشاريع جديدة. اوكي تمام، جميل جميل جدا. طبعا كل مطور عقاري له مميزاته الخاصة التي تميز صحيح. مشاريعه عن غيرها. مثل سامانا تقدم مشاريع في المواقع مميزة وتصميمات مبتكرة و أنا شخصيا عملت أكثر من فيديو عنها، بس كان باللغة محلية لدولة إريتريا. أوكي. فيا ليت توضحي أكثر عن الأشياء التي تميز سامانا عن باقي الشركات. طيب سامانا تتميز طبعا بالديزاين تبعهم، اللي هي الامينيتيز، اللي هي الاشياء اللي تيجي مع نفس المشروع. يعني عندنا اللي هو البوديوم، في مسابح، عندك سينما، عندك باسكت بول كورت يعني كرة سلة، عندك باربيكيو اريا، عندك كيدز بلاي جراوند مكان اطفال، العاب الاطفال، عندك جاكوزي، سونا، جيم اندور واوتدور جيم، يعني جيم جوا المبنى وبرا المبنى برضو كمان. واللي تميز سمانة انه احنا كل شققنا معاها مسبح خاص في البلكوني اللي هو في البلكونة، في مسبح خاص حتى لو كان استوديو، حتى لو كان 1 بيدروم، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، مع كل المشاريع عندنا في مسبح خاص. والحلو كمان انه المطبخ يكون جاهز، يعني عندك الثلاجة، الميكروويف، البوتاجاز، الفرن، غسالة الملابس، كله جاهز وكله بنستخدم بوش. تمام. وطريقة أيوة. الدفع برضو مميزين. وعندنا كمان كل شققنا سمارت هوم سيستم. اوكي فيعني تقدر كمان تتحكم في ابلكيشن تنزله من الجوال، تقدر تتحكم وانت برا البيت بكل شيء في البيت literally. والحلو كمان في سمانة انه احنا عندنا 3 خيارات. تمام. عندنا خطة دفع طويل اوكي اللي هو 8 سنين، طبعا سمانة دائما عندنا خطة الدفع 8 سنين. حلو. وعندنا اللي هو اللي هم في عملاء يجوا كاش، العملاء يعني الكاش اللي هم يدفعوا ما يبغوا خطة دفع، فيكون عندهم خيارين، يا انهم ياخذوا خصم كبير او انهم ياخذوا عائد استثماري لمدة 3 سنين خلال فترة الانشاء. يعني كأنه هو مؤجر الشقة بس هو مو مؤجر، بياخذ عائد استثماري 8% اوكي لمدة 3 سنين، يعني كل سنة 8%. او اذا دفع كاش في عنده ديسكاونت كبير جدا. ايوه، او يختار انه ياخذ ديسكاونت كبير ويدفع كاش. أوكي. يعني هو العميل اللي بيدفع كاش عنده خيارين، يا ياخذ عائد استثماري يا انه ياخذ خصم، وهو يختار بين الاثنين. طيب ما قصرتي. من ابرز الاسباب التي تؤثر على نجاح المطورين العقاريين هي القدرة على بيع المشاريع بشكل سريع وفعال. as I remember من بداية 2024 لحد نهاية الشهر الماضي اللي فات كان هناك حوالي 16 أو 18 مشروع متاح من سامانا، زي البراري فيو 1 and 2، اي في واي جاردن 1 and 2، افينيو، كاليفورنيا 1 and 2، ميامي، يعني إلى آخره. أي نعم. فقبل فترة أعلنت الشركة أنه حوالي بين 85 ل 90% تم بيعها بنجاح. بالضبط. اللهم زد وبارك. اللهم فده بيخلينا نتساءل كيف نجح شركة سامانا في بيع هذه المشاريع بهذه السرعة؟ هل هي استراتيجية تسويق معينة أو بسبب طلب الكبير من العملاء؟ ما هو السر؟ يعني شوف، هم طب 100% احنا بنسوي خطة تسويق وعندهم هم استراتيجية، بس اغلب يعني اهم الاشياء اللي يميز سمانة انه العملاء يعني عندهم flexible payment plan، عندهم خطة الدفع هذا السهل بالنسبة لهم. يعني هم بيدفع 1% كل شهر، وبعدين بعد الهاند اوفر بيكون يدفع 0.5 صحيح بعد الاستلام. يعني اذا جينا حسبناها فعلا، انت اصلا العميل حيكون دافع بس 70% أو 77% من قيمة العقار، لأنه بعد الاستلام حيبدأ يشغلها
از هوليداي هوم، حيقعد يشغلها يعني يبدا ياجر ويبدا زي كذا. ايوه. حيصير يدفع مو من جيبه، حيدفع من اللي هو العائد. يعني غير انه هو حياخد نصيبه برضه، يقدر يدفع القسط اللي جاي، يقدر يدفع مثلا الشركه اللي تمسك العقار تبعه. يعني شيء خيالي. وبعدين اسعارنا متنافسه، يعني تنافسيه الصراحه. يعني اسعارنا، مساحاتنا، يعني مساحات عندنا يعني من احسن مطورين عندهم مساحات، يعني ما هي ضيقه. يعني مساحات الشقق عندنا ما هي ضيقه ابدا. ما شاء الله كبير. مثلا استوديو أيوة. 420 415 مو 415 زياده تبدا. كمان ممكن. ايوه تبدا 430 435 تقريبا. كبير هذا الاستوديو كبير. صراحه. ايوه مساحه كبيره، يعني ما هي ضيقه وما هي مخنوقه، بالعكس مره سبيشس. والغرفه والصاله نفس الشيء. فكثير يعني كثير مشاريع اللي بتشوفها تدخل تشوفها المساحه مره صغيره، مره صحيح. ضيقه. صحيح. فهذا اللي يميز كمان سمانة، انه مساحاتها كبيره، مساحات كبيرة. واسعه، شريحه. فبيعطي احس العميل يعني يحب دي الاشياء. صحيح. فانت لما تيجي تحط فلوسك في مكان، بتحط فلوسك على شيء يستاهل. نعم. فهمت؟ يعني هو بالمنطق. واسعارنا كويسه، تعتبر كويسه. اسعار كمان أيوه. وسط يعني. بالضبط بالضبط. يعني مثلا عندك الاستوديو تبدا من 700 720 720 طبعا مع مسبح خاص. هذا ايوه طبعا كل شققنا معاها مسبح خاص. طبعا هذا غير انه اصلا سمانة طول السنه بتعمل بريموشنز، يعني طول السنه بتعطي ديسكاونتس. مثلا بتسوي كامبين، مثلا زي دحين الشهر ده عندنا ديسكاونت 10% على جميع المشاريع. في عندنا برضو دحين مسوين برضو وش اسمه 15% يدفع العميل اللي هو انترناشونال. في العاده احنا العميل اول دفعه يدفعها 20%. 20. نعم. ايوه دحين احنا مسوين عرض انه يقدر يختار، يا انه يدفع 20% تمام وياخذ خطه الدفع اللي هي 8 سنين، وزي ما قلت انه 1% كل شهر، وبعد التسليم يكون 0.5، او انه ياخذ الخطه الدفع هذا اللي احنا مسوينه دحين اللي هو يدفع 15% بس يكون 1% كل الشهور حتى بعد التسليم 1%. الين يخلص الدفعات. بالضبط. اوكي. بالضبط. ما شاء الله. وفي طبعا كل شقه فيه باركين طبعا. لأن بعض المطورين يقول لك من غير باركين. لا، كل الشقق معانا في باركينج، معك باركينج. يعني يمكن اللي هي الشقتين او الثلاثه اللي هو البنت هاوس ممكن يكون معهم 2 يعني 2 باركين على حسب. اوكي على حسب. ما شاء الله. الظاهر انك متحمسه تشوفي هديتك، صح ولا لا؟ وريني هديتي. ابغى اشوف، ابغى اعرف ايش قابي. سؤال واحد ونكون خلصنا البرودكاست ان شاء الله. اسعار الوحدات العقاريه دائما تكون موضوع نقاش بين الوسطاء والعملاء، فبعض الأحيان يرتفع السعر بسبب توفير إضافية مثل مسبح خاص لكل الشقة. وسمعت في أحد المناسبات من بعض البروكرز أنه الأسعار في سامانة صارت أغلى بكثير مقارنة مع مطورين آخرين، وذلك بسبب وجود مسبح خاص. فالسؤال هنا، هل فعلا الأسعار في سامانة صارت غالية بسبب هذا؟ بالعكس. وش رأيك في الموضوع؟ بالعكس، أسعار سمانة ما تغيرت. أول شيء لأنه هم إيش قصدهم؟ يعني مثلا دحين إحنا لما نيجي نطرح مشروع جديد، طبعا أكيد المشروع اللي قبله السعر حيرتفع، لأنه أصلا خلاص بدأنا إحنا فيها. فأنت كل كم شهر العائد أصلا بيرتفع. فكل كل ما نطرح مشروع جديد، المشروع اللي قبل السعر يرتفع، هو الطبيعي. فعشان كذا إحنا دائما نقول إيش لما يجي عميل يقول لك أنا أبغى أشتري خلاص شيء جاهز الآن. بالعكس، ترى أنت لما تيجي تاخد شيء تحت الإنشاء ترى العائد أكبر بكثير من إنك أنت تاخد شيء جاهز. صحيح. حيكون قيمة العقار الجاهز خلاص وقف، هذا قيمته حاليا مو أكتر. ومشاريع سمانة الحلو إنه إحنا من جد ماخذين في لوكيشنز مرة حلو، يعني مرة كويس. ودائما دائما دائما سمانة كل مشاريعها في جنبنا اللي هو نيو مترو ستيشن، يعني محطة يعني. أيوة بلو. محطة القطار الجديد. صحيح. ففي جنب كل مشاريعنا في عندنا محطة قطار، يعني العائد في هذا المكان المنطقة يرتفع عشان كذا.
ف... فالكلام هذا بسبب مسبح خاص لا. يعني صارت لا بالعكس. غالية كذا؟ بالعكس، لما نيجي نطرح المشروع الجديد، يكون المشروع الجديد نفس سعر المشروع القديم اللي قبله، يكون نفس السعر اللي من بدأ المشروع اللي قبله، بس صحيح. المشروع اللي قبله يصير أعلى قيمة أصلا في السوق، يصير أعلى. أوكي. مو إنه إحنا نبغى نرفع السعر، لا، بس هو خلاص يعني طبيعة السوق بالضبط. أوكي. العائد أوكي. بيرتفع. اوكي. فبرضو عشان انتم حطيتم طريقة الدفع ل8 سنوات، هذا ما فيه انترست صح؟ يعني نفس السعر. ايوه، ما يدفع اصلا زياده وما يدفع اقل، يدفع نفس السعر اللي اخذها من البدايه. يكمل الين اخر شيء. الين اخر شيء، ما يتغير السعر ولا يرتفع ولا حيدفع شيء زياده، نفس اللي اخذها اللي هو السيلز اوفر. نعم. حيكون نفس الشيء، حيدفع الين ما يستلم مشروعه، الين ما يستلم شقته. حلو. اجابه واضحه جدا، ما شاء الله عليك، ما قصرتي يا اخت مريم. والحين راح اقدم لك هديه. ايوه، ايش قابي؟ وحشرح لك وان شاء الله حتوضح معنا كلمه قابي. حلو. فنشوف ان شاء الله. حمستني بعرف ايش قابي. Can I have the bag please? اوكي ثانك يو براذر. فهذا هو قابي. اوكي، هذا شكله شيء تراديشن تبعكم صح؟ صحيح. فقابي هذا قماش من القطن. حلو. يستخدم للتدفئة في موسم الجو البارد. اي نعم. فغالبا يلبسه كبار السن من الرجال والنساء. برد وزي كذا؟ عندنا عندكم ثلج ولا لا؟ لا مش ثلج، بس عندنا برد قوي. فغالبا يلبسه كبار السن من الرجال والنساء اعتبارا للهيبة، وخصوصا عند البدو. اوكي. فزي ما قلت لك لونه أبيض، وهذا يدل على السلام والتفاؤل والمستقبل المشرق. حبيت. وعلاقته بالعقارات لا شك أن البيت يسترك من بين الناس ويجعلك تشعر بالراحة ويقيك من البرد والهواء. اوكي، دحين وكذلك قابي الحين استوعبت قابي. اي نعم. يسترك طبعا. اوكي. ويخليك تشعر بالراحة ويسترك من الهواء والبرد. وعلى أساس هذا سمينا الشركة باسم قابي للعقارات. وش رأيك؟ الفكرة تناسب؟ ايوه طبعا. خلاص يعني هذا الاصل، فانت راجع على الاصل. حبيت والله الفكرة، حبيت. اوكي يا اخت مريم، اشكرك يا اختي باسم شركة قابي. شكرا لكم لاستضافتي. وان شاء الله زي العادة حنتعاون مع بعض ان شاء الله. اشوفك على خير ان شاء الله. والشكر ايضا موصول لكم متابعي الافاضل. نلقاكم في برودكاست القادم ان شاء الله، في رعاية الله. سلام.